خسارة النادي الأهلي النهارده قدام مودرن، تعادل بطعم الخسارة في بداية مشوار النادي الأهلي في رحلة الدفاع عن اللقب. الأهلي اللي بيبدأ الموسم بتاعه بأداء باهت أو أداء متواضع عكس المتوقع تماما. الأهلي اللي عمل يعتبر حوالي 3 فترات إعداد، ودي كانت أقوى فترة تحضير للنادي الأهلي من سنين فاتت. بعد كل المعسكرات ديت وبعد كل فترة الإعداد دي الأهلي بيظهر النهارده بشكل باهت. مودرن مع مجدي عبد العاطي اللي قدروا يعملوا ماتش كبير وقدر يقابل النادي الأهلي من التلت الدفاعي بتاعه، وفعلا قدر ان هو يستخدم الهجمات المرتده او الهجمات العكسيه، سجل من واحده هدف والجول الثاني جابه من كره عرضيه في غياب تام للرقابه على علي الفيل، قدر ان هو يسجل الهدف الثاني. النادي الاهلي النهارده بشوف ايجابياته يعني حاجات تتعدى على الصوابع. اول حاجه كان ياسين مرعي وزيزو هم كانوا النقط المضيئه في الماتش، كمان سرعه استرداد الكوره ودي كانت نقطه ايجابيه لريبيرو، ولكن على عكس المتوقع من ريبيرو تماما. ريبيرو كان متوقع منه ان هو خلاص حفظ الفرقه وحط ايده على التشكيل الاساسي، وده كمان اللي شفناه في الغلط بتاع التشكيل بدايه الماتش. تشكيله بدايه الماتش اللي خلى قفشه صانع لعب وخلى محمد علي بن رمضان اللي كان بيطلع نار من بقه في كاس العالم للانديه وبيلعب مركز 8 متطرف شمال، خلاه مركز 8 متطرف يمين عشان يقدر ان قفشه يكون في مركز 10 صانع لعب. ولكن ده اثر بشكل كبير على محمد علي بن رمضان وخلاه مش واخد راحته في التحرك في الملعب. كمان محمد علي بن رمضان كان دايما قريب من ال 18 وده كان مخليك عندك مشكله في ان انت تعمل عمق هجومي بالهجمات اللي جايه من ورا وزياده نص الملعب بتاعت مركز 8. كمان الكارثه اللي انت كنت مقتنع بيها ولو انه قدم ماتش كبير، سجل كمان جون البدايه، ولكن مع احترامي الكامل لاحمد رضا، انت بتفضل احمد رضا على ديانج، وحتى لما جيت تعمل تبديل عشان احمد رضا اتصاب نزلت كوكا وما نزلتش ديانج. ففي حاجه غلط كانت بتحصل، اصرار غريب، في جمود تكتيكي عند ريبيرو. احنا مش بنحكم ولا بنقول ان الحكم دلوقتي ولسه بدري وهياخد الدعم المطلق، ولكن في اخطاء محتاجه تتعدل من بدري، كان المفروض ان هي ما تبقاش موجوده في الاساس. وكمان شفنا حاجه غريبه جدا حصلت على مدار الشوط الاول. النادي الاهلي لحد الدقيقه 42 وهو عنده متاريس هجوميه في ارض الملعب زي تريزيجيه، محمد شريف، محمد علي بن رمضان وزيزو واحمد رضا، ما بيعملش اي هجمه خطر غير تسديده واحده في الدقيقه 42 من تريزيجيه على استحياء. شفنا كميه ميس باص غريبه، شفنا عدم تفاهم غير مبرر على فتره التحضير اللي الاهلي عملها دي كلها. انت بتتكلم في ان الاهلي النهارده في اخر الماتش كان في احصائيه ان الاهلي نسبه التسديد بتاعته 20%. دي مش احصائيه سلبيه، دي احصائيه كارثيه، لان انت لما تبقى عامل 15 تسديده 3 منهم بس اون تارجت، دي كارثه كبيره جدا في ظل ان انت عندك ادوات قويه جدا في ارض الملعب وعلى الدكه ما قدرتش تستغلها. زي ما قلنا كانت النقط المضيئه زيزو وياسين مرعي، ففي ايجابيات حصلت في الماتش نقدر نبني عليها، لكن في سلبيات محتاجين نتداركها في اسرع وقت وتتطور بشكل سريع ونشتغل عليها بحيث ان احنا لسه في بدايه الموسم. شايف ايه التعديلات اللي محتاج الاهلي يطورها خلال المباريات اللي جايه عشان نقدر ان احنا نعلى بالمستوى وكمان نحافظ على صداره الترتيب من بدايه الدوري؟ قول لي رايك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اعمل فولو الملعب ويجا.